اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل عليكم. النهاردة كده نعمل مع بعض شوية بامية كده، إنما إيه عظمة. ألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كل منها. بطريقة بسيطة وسهلة بس بتخلي طعمها حلو جدا جدا. نبتدي كده مع بعض، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبتدي كده نحط حتة سمنة حلوة معتبرة كده، وعندي بقى حتة دهنة كده حلوة. باخد السمين أو الدهنة اللي في اللحمة كله باخليه على جنب، لمّا باحتاجه باقطّعه كده إيه، باسليه واشوّحه كده مع حتة السمنة، بيدّي طعم للبامية تحفة. بجد بتبقى طعم البامية بالطريقة دي حلو أوي، أوي. أنا باخلّي الدهنة أو السمين دوّة للبامية وللمحشي، وممكن صينية البطاطس، بس ده الأساسي، يعني البامية والمحشي دول أساسيين، بتدّيها طعم حلو جدًا. هنبتدي بقى كده، قطّعته كده بس هو عشان كان لسه جاي، فما كانش متجمد في الفريزر يعني. لمّا بيكون متجمد بيتقطّع قطع صغيرة عن كده شوية، بس أنا كنت مستعجلة بقى فإيه قطّعته كده على قد ما أقدر، وهو كده إيه هيسلي مع السمنة يعني وكده، فعلى النار. هاحط بقى إيه، عملت بصلتين حلوين كده أو بصلاية كبيرة، يعني لو بصلتين صغيرين أو بصلاية كبيرة، عملتها في الكبة وهاشوّحها بقى كده لحد ما لونها يصفر شوية، وهابتدي بقى إيه، أقلِّب فيها لحد ما لونها يبقى دهبي كده. وعندي بقى إيه، معلقة توم من اللي إحنا كنا فارمينه مع بعض، هاوريه لكم دلوقتي. ما شاء الله لونه زي ما هو، ولا لونه غيّر ولا أي حاجة. هاشوّح بقى البصلة كده وادّيها تقليبتين كده لحد إيه، ما لونها يبقى مصفِر كده شوية، يدبل كده معانا. شوية بامية إنما إيه عظمة بجد، ألف هنا وشفا، طعمهم بيبقى حلو أوي بالطريقة ديّة. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم. هنا بقى إيه، هنجيب بقى التوم أهوّة، بُصّوا ما شاء الله لونه زي ما هو معمول لسه دلوقتي، كأنه لسه معمول فريش. حاطاه في الفريزر ومغطية البرطمان كويس ما شاء الله، يعني كده بالطريقة دي ولا بيعمل ريحة في الفريزر مع الأكل التاني، ولا لونه بيغيّر ولا أي حاجة. حطيت معلقة بقى منه كده، وهابتدي بقى إيه، أقلِّب لحد ما يستوي مع البصلة. وهنا بقى رُحت إيه، عصرت القوطة، يعني شفشق قوطة كده حلو، وحطيت قرن فلفل معاه علشان يدّينا إيه، طعم الspicy كده الحلو. قرن فلفل أحمر كده، أو لو مش متوفّر أحمر يعني يبقى أخضر، بس إيه، يكون spicy كده يدّينا إيه، طعم حلو كده للبامية. إحنا طبعًا عارفين البامية بتحب الشطة شوية كده، سيكة كده بسيط، و وليمون بقى كده، وبتبقى طعمها جميل. هنا بقى خلاص كده البصلة والتومة اتشوّحت، هابتدي بقى إيه، إن أنا أحط القوطة عليها طماطم. أنا هنا طبعًا عصرتها. هنا بقى هاضيف القوطة عليها أو الطماطم زي ما بتقولوا، في ناس بتقول عليها طماطم وناس بتقول عليها قوطة. بُصّوا أمّا بنشوّح البصلة كده بتدّينا لون للطبق نفسه بتاع الطبيخ يعني، أو الوصفة اللي إحنا عاملينها، بتبقى لونها حلو أوي، يعني بتبقى لونها أحمر كده حلو. بُصّوا هنا بقى حطيت القوطة، وزي ما قُلت لكم طبعًا حاطين فيها قرن فلفل مطحون مع القوطة. هنحط بقى الملح والفلفل الأسود، ونسيبها بقى تتسبك شوية عقبال ما طبعًا إيه، نعمل بقية الحاجة اللي إحنا هنعملها. هاحطها على النار التانية، طبعًا النار التانية أصلًا كان عليها اللحمة هي بقى بتتسلق، فأنا إيه، قُلت أعمل الصلصة هنا عقبال ما اللحمة تكون خلصت سوا. هنا بقى هانقل النار دي هانقل الحلة ديّة يعني على النار التانية، وابتدي بقى إيه، عقبال ما تتسبك أكون إيه، هاعمل الرز. بُصّوا بقى البامية ما شاء الله، بُصّوا يعني دي بسم الله ما شاء الله بتاعة الموسم اللي فات، مخزناها من السنة اللي فاتت، ما شاء الله بُصّوا لونها أخضر وجميل. يعني بُصّوا ما شاء الله قعدت معايا من السنة للسنة. طبعًا إحنا عارفين البامية لسه دلوقتي لسه غالية، بس طبعًا إحنا إيه، مخزنينها، فإحنا بقى نستخدم من اللي إحنا مخزنينه. لحد ما هي بقى يعني السعر بتاعها كده يتضبط كده، ونبقى نجيب بقى ونخزّن مع بعض. باحط برضه قرن فلفل أخضر كده عشان بيدّيها لون حلو أوي في الحلة كده، غير الإيه، غير إن هو يعني يخلّيها spicy. هنا بقى بيدّيها كده إيه، بيخلّيها خضرا وحلوة. نزوّد بقى كبشتين شوربة كده علشان نسيبها تستوي مع بعضها كده على النار التانية، ونبتدي بقى نعمل الرز. كده هاقلّبها كده، واحطها بقى إيه،
على النار التانية تستوي مع بعضها. أنا هنا ما باسبّكش القوطة أوي، أول بس ما بتدّي غلوتين كده لمّا باحط قبل البامية يعني، بتدّي غلوة بس كده بتقلب كده، واحط بقى البامية بتستوي مع بعضها. هنا بقى إيه نقلتها على العين التانية علشان نعمل الرز، معلقتين سمنة حلوين كده، وحبة زيت، معلقتين زيت كده حلوين أهُمّة، بيدّي لون للرز وفلفل كده بيبقى حلو أوي. المعلقتين الزيت دول بيدّوا له فلفلة حلوة، وبيبقى مستوي كده ومتغلف كلّه بالمادة الدهنية حلو أوي. هنا بقى نحط إيه نُص كوباية شعرية كده علشان نحمّرها، وبعد كده إيه يبقى يعني نعمل رز بشعرية. هنشوّحها كده لحد لونها ما يصفر، وبعد كده نضيف الشوربة ونضيف الرز. طبعًا في الوقت دوّة إيه ال الشوربة يعني بتغلي على النار، إن هي تبقى سخنة يعني نحطها نضيفها على طول على الرز، مش هتبقى باردة ولا حاجة. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منِّك عشان أعرف الفيديو عجبِك والّا لأ. وأهلًا وسهلًا بالناس اللي نورونا وشرفونا جداد، يا رب تكون القناة عند حسن ظنكم، وفيديوهاتنا تعجبكم وتكون على الخفيف على قلبكم إن شاء الله. هنا بقى الشعرية بصوا لونها بقى دهبي كده، هاضيف بقى الشوربة. بصوا الشوربة عشان طبعًا سخنة، البخار طلع على الكاميرا يعني غيّمها خالص. هنا بقى إيه ضِفت الرز، هاقلّبه بقى تقليبة حلوة، طبعًا غسلته وضِفت بقى الملح، وهاقلّبه بقى كويس كده مع الشوربة عشان الملح إيه يتوزّع عليه كلّه. واغطّيه بقى وابتدي بقى إيه أعمل مثلًا إيه هنعمل النهارده مع بعض لسان عصفور. أعمل لسان عصفور والملوخية برضه مع بعض. لو وصلتِ بقى لآخر الفيديو هتعرفي الأكل ما شاء الله شكله وطعمه حلو جدًا. طبعًا الطعم مش هتعرفوا تقيّموه، بس إيه أنا هاقول لكم إنه طعمه حلو فعلًا. يا رب يكون فيديوهاتنا خفيفة على قلبكم. هنغطي بقى الرز كده اتشرب، هندّي له التقليبة الأخيرة كده ونسيبه برضه على نار هادية خالص لحد ما نعمل الملوخية. بُصّوا أنا كان هنا عندي كيس ملوخية في الفريزر عملته كده إيه، يعني كنت واخدة منه حتّة كده وباقي ده الباقي بتاعه يعني. عملته كده على السريع، ما كانش بقى إيه إن أنا أخرّط الملوخية النهارده. بُصّوا ده التوم برضه اللي إحنا عاملينه بُصّوا ما شاء الله، بينفع في الزنقات بجد بسرعة بيسهّل الأمور خالص، بس أنا ما كنتش عاملة الكمية كلّها صراحة يعني. أنا باخلّي بقى البرطمانين اللي عملتهم دُولة لمّا باكون مستعجلة باخد منهم، لكن لو كده باكون عاملة يعني مش مستعجلة ولا حاجة، باكون مفصّصة توم ومقشّراه وبادُقّه في الهون يعني عادي. بس هنا كنت مستعجلة بقى إيه، الوقت جري منّي وقُلت أعمل كده إيه الحاجة المستعجلة عليها السريعة. أحط بقى مكعب مرقة واسيبها بس تقلب قلبة كده عقبال ما أعمل بقى إيه، وهاحطها أشيلها من على النار يعني لحد ما أعمل بقى الطشة بتاعتها. حطيت معلقة توم وادي معلقة كزبرة، وطبعًا التوم إحنا حاطين فيه معلقة ملح فمش هنحط ملح كتير، وطبعًا مكعب المرقة والشوربة فيهم ملح فعشان كده ما حطيتش ملح مع الكزبرة. هنا بقى إيه حطيت حبة الكزبرة دول هاشوحهم بقى كده في السمنة مع التوم. بصوا ريحتها ما شاء الله الطشة دي بتبقى ريحتها قلبة الدنيا، ما شاء الله بجد. هنا بقى هاشوحهم كده لحد لونهم ما يصفر دهبي كده، وبعد كده إيه أضيفهم على الملوخية. الطشة دي بتبقى ريحتها يعني ما شاء الله. بصوا بقى الحركة دي طبعًا الحركة دي المحلات الكبيرة ما شاء الله بتبقى عاملة بيها trend يعني ما شاء الله. وعملنا بقى شوية لسان عصفور، بس ما حبيتش بقى أطوّل عليكم الفيديو، طبعًا إحنا عملناه قبل كده كذا مرّة مع بعض. ما شاء الله طعمه جميل، وألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، أكل ما شاء الله طلع طعمه تحفة وجميل وما شاء الله. بصوا الملوخية وادي لسان عصفور والرز والبامية ما شاء الله. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منِّك عشان أعرف إذا كان الفيديو عجبِك وأنتِ بتتابعيني منين، ويا رب يكون عند حسن ظنكم والفيديوهات بتاعتنا تكون خفيفة على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.